واحد فيهم لا مصيبه. دكتور صالح يعني كيفن دي بروين في ناس مش عايز تلعب. خالد الماتش ده بيفكرني بماتش ايه؟ يعني اصل فرق سرعات، اصل مش ماتش فرنسا وبشير التابع وسيسي. فاكر فرق السرعات لما كنا بشير التابع حبيبي شايف انا لا حبيبي والله انا بقول لك ده لك على التليفون هاته مفيش مشكله ده وبعد بشير بيخبط فيك. بقول لك ايه كمونه بيخبط فيك ده بقول لك زي الماتش ده يعني بلجيكا زمان ياسر ريان فرحان جدا. فهي دي بس انا اخد له حق صح. بعد الاستاذ خالد بيقولوا انا شايف ان يعني المنتخب كله يطلع عمره بقى طالما الاسامي دي والانديه دي والنجوم دي. ليه احنا منتخب مصر ما احنا كسبنا الناس دي يعني. احنا كسبنا احنا من اهم جيل مختلف يا استاذ مهيب. ايوه انا عارف جيل مختلف طبعا منتخب مصر وجيل مختلف لبلجيكا. يعني ده افضل اجيال بلجيكا يمكن في اخر 20 سنه. طب ما احنا عندنا محمد صلاح لعيب لوحده ما ينفعش. يعني خليني اقول لك ان انت يعني من اهم تريزيجيه عامل موسم رائع ما حدش واخد باله. كانت فرقه يعني تريزيجيه ده عامل ملحمه في تركيا والله. انت ممكن يا كابتن مهيب ما تتكلمش مثلا على اللعيبه اللي عندك اللي موجوده. مستر كول طبعا ده كان من ضمن المشروع اللي موجود في مصر ان انت بتطلع لعيبه، واللعيبه بعد كده بتبقى هي تطلع المنتخب الاول، وهم دولت اللي كانوا المنتخب الاولمبي فتره وجوده في المرحله دي. فانت جبت حد من الناس اللي عملت بصمه وكان بيمرن هنا، فهو عارف قوي امكانيات اللعيبه المصريه والموهبه اللي موجوده. وحط الحته اللي احنا كلنا بنعاني منها، انت ليه بتدافع؟ ليه ما بتهاجمش؟ فهو هنا بتقصد ان انت لو عندك قيمه وعندك لعيبه كويسه زي محمد صلاح وزي تريزيجيه وزي حجازي وبقيه اللعيبه كلها، بس المدير الفني هيوظفهم ازاي؟ واني طريقه لعب اللي هتلعب بيها بلجيكا، واني طريقه لعب اللي تخليك تبقى مميز زي ما احنا كنا بنتكلم مع كابتن حسن شحاته والله يرحمه الكابتن جوهر، ان انت كان عندك لعيبه عندهم موهبه غير عاديه واداء انت استفدت منهم. احنا لعبنا منتخبات كبيره جدا. توظيف مهم جدا. توظيف اللاعبين هو ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن سمير. ان انت اللي ناقصك ان انت ازاي القماشه اللي عندك دي المدير الفني يقدر يفصلها صح. فهي دي النقطه، ان انت بتلعب بلجيكا تيم كبير وتقيل، وانت عندك برضه لعيبه كويسه جدا، بس في الاخر الشكل بتاعنا والسيستم اللي احنا تايه مننا بقاله سنتين ثلاثه لسه احنا مش عارفين. احنا ما فيش هويه، ما عندناش. اوسا ماتش بلجيكا اللي حازم امام جه فيه الهدف، يعني بمناسبه العمره والحاجات اللي هي فيها اللي احنا بنتكلم عليها دي، احنا رايحين قبل المباراه كان عيد، داخل علينا عيد، ورايحين قبل المباراه ب3 ايام، جايين من اوروبا كلنا، كنا انا وهاني رمزي وحازم كل الناس المحترفين. لعبنا الماتش ده اول يوم العيد. ما احنا سيبنا برضو النادي وسيبنا بيوتنا وسيبنا العيد اللي احنا مستنيينه كل سنه. العيد صغير ولا عيد كبير؟ لا عيد كبير. كان في حج كمان مش عمر. طبعا الحج بقى. فدي برضو مهمه جدا، احنا سيبنا كل حاجه عشان خاطر بلدنا والمنتخب. ده اللي انا اقصده. كابتن جوهري جابنا قبل الماتش ب4 ايام في بلجيكا، وفرقه كانت تقيله جدا، بس احنا كنا محضرين نفسنا للمباراه ونسينا كل حاجه، ولعبنا الماتش وجبنا جون، هدف جميل جدا من كوره، يعني اسيست من احمد حسن لحازم امام، وعملنا ماتش هايل، ولاعيبه كانت تقيله جدا، بس كلنا كنا محترفين وسيبنا انديتنا وسيبنا بيوتنا في العيد. كنا ممكن ناخد اجازه ونرجع يعني نعايد مع اسرتنا وكده، لكن رقم واحد عندنا كان منتخب مصر. صح. ورحنا وكسبنا وعملنا ماتش هايل. تاني نشوف